طريقة عمل بسكوت البيكنج باودر اللي هو بسكوت الشبح دوت. المقادير عندي 1 كيلو دقيق ونص كيلو سمن، ربع كيلو سكر مطحون، ربع كيلو لبن او عصير برتقال، 4 أو 5 بيضات، نصف كيس بيكنج باودر. هبدأ بقى انخل المكونات مع بعضها الجافة مع بعضها. هنخل الدقيق ومعاه معلقة البيكنج باودر ومعاه ذرة الملح. اوكي، هقلبهم برضو تاني بعد كده بالمعلقة يعني كويس او بالمضرب. بعد كده بقى هضيف المكونات السايلة ال4 بيضات والنص كيلو السمن، وهفضل بقى ايه اعجن كده. ممكن ان انا احط اللبن او احط بدل اللبن برتقان لو انا عايزاه يكون بريحة البرتقان او فانتا مثلا. طبعا يعني اي حاجة طبعا ايه. او انا بحب احط اللي هو العصير اللي هو قصدي اللي هو الكرامنتينا بدل اللبن، بيديني يعني ريحة حلوة. لو العجينة طبعا هتكون معايا، لو محتاجة شوية دقيق بحط لها، لو احتاجت شوية لبن صغيرين ممكن اضيفهم لها يعني. المهم ان انا اوصل للعجينة لسمك العجينة يكون بالشكل دوت اللي هو ايه يعني متفرول كده من بعضه. يعني لو هي فيها المطة اللي انتوا شايفينها دي بنضيف لها دقيق عشان انا ضفت لها شوية دقيق برضه. بعد كده بالقمع بقى بتاعك ممكن اليدوي ده او بالقمع اللي هو او بالمكنة البسكوت بتعمليها طبعا بترصها في الصاج. وبعد كده بقى بعد ما بنكملها بندخلها الفرن، في الفرن اللي هو على في الوسط كده على نار مرتفعة قليلا. وعادي على حسب ما انت بتسويه الطريقة بتاعتك يعني. اول ما يتحمر كده من تحت بتطفي بقى النار من تحت وبتشغلي الشواية. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.